تعرض المنتخب الجزائري في أول حصة تدريبية بساحل العاجة إلى النوع المضايقات من طرف مجهول عن طريق الدرون، التي كانت نحوم حول الملعب المخصص لتدريب المنتخب الوطني الجزائري. وألقت الشرطة الإيفوارية القبض على المتجسس الذي كان يعتمد على الدرون، وهي التقنية التي أصبحت تعتمد عليها عدد من المنتخبات. كما كشف موفد النهار أن الشرطة تباحثت عن هوية الجاسوس الذي أراد اختراق الحصة التدريبية بمدينة بواكي التي أجراها محاربو الصحراء. للإشارة أن الحصة التدريبية جرت وسط تشديدات أمنية كبيرة بطلب من الناخب الوطني جمال بالماضي الذي أراد الاستعدادات بتدريبات مغلقة حتى في وجه الإعلاميين للتركيز جيداً على الامتحان القادم.